السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا. دلوقتي هنقدم أحداث جديدة من مسلسل وجع القلب أو مسلسل اسطنبول الظالمة. حلقة النهاردة بتبدأ على شيميز بعد ما كانت خارجة من عند نديم، وبعد ما كانت بتبهدل في جيلان وبتقول لها إن انت رخيصة وكمان ممكن اخد الولد ده وارميكه قدام الباب. أول ما بتخرج بتسمع سحر وهي بتتكلم هي وحماتها، وبتقول لها إن أنا مش هسيب بناتي ولازم أعرف إيه اللي بيحصل. وبتفضل سحر في الوقت ده تتكلم عن جينك بطريقة مش كويسة وشينيز بتتضايق جدا، وبتمنع سحر انها تدخل عند نديم تاني. بعديها بتقول لنريمان ان لازم كنتك دي تلم لسانها وكمان ما تجيبش سيرة ابني خالص، والا وقتها هتعاقبكم كلكم وكمان هاخد الولد وهرميكم زي الزبالة قدام الباب. لكن نريمان طبعا بيبقى كل اللي شاغلها انها ما تخرجش بره القصر، وفعلا بتكون مع شينيز ومغلطة كنتها سهر. في الوقت ده نريمان هي وجيلان بيكونوا مع بعض وبيتفقوا انهم لازم يروحوا للمحامي، والمحامي ده بيكون من البلد اللي كانوا فيها وكمان عارفينه، واكيد بتعمل كده علشان تأسس جيلان وكمان تضمن حقها. وفي الوقت ده نورتان بتدخل عليهم وبتكون جايبة الأدوية وأكيد سمعت كل كلامهم. شينيز بعد كده بتحاول تتصل بجينك لكن مش بيرد عليها، وبتقول له خليك كده لحد ما تسافر على أمريكا ويا ريتك تفضل بره في المكان اللي انت فيه. في الوقت ده جينك بيكون مع جيمري لكن بيكون حواليها وهي مش حاسة بيه، وكمان بيقرب منها وبيغطيها بالجاكيت علشان ما تبردش، وبيفضل جنبها طول الليل. بعديها بيبدأ اليوم الجديد، وأول جيمري ما بتفوق بتلاقي جينك هو اللي جنبها، وكمان بيكون جايب لها قهوة وجايب لها فطار، وبتقول له انت ليه ملحقني وطبعا قاعد هنا طول الليل. وجينك بيقول لها ايوه، ووقتها جيمري بتعرف فعلا ان هو قلقان عليها. كمان في الوقت ده جيلان وجدتها بيكونوا وصلوا عند المحامي، وبتقول لها ان احنا لازم نعمل اي حاجة للشيطانة الحمراء اللي اسمها شينيز. وجيلان بتقول لها ان انا لازم اخد حقي منها وكمان من ابنها، وبتبقى فاكرة نريمان ان هي هتقدر تغلب شينيز وكمان هتنفذ اللي في دماغها. لكن نريمان بتتفاجئ هي وجيلان اول ما بيدخلوا عند المحامي بيلاقي شينيز جوه، وكمان بتكون اتفقت معاه خلاص وكتبت كل اللي هي عايزة تكتبه، وان الولد اللي في بطن جيلان ابن جينك مش ابن نديم، لانها فهمت ان جيلان لما عرفت ان نديم هو اللي غني عايزة تثبت الولد باسمه هو، لكن بيحصل العكس ووقتها جيلان بتتصدم. بعديها جينك بيكمل كلامه مع جيمري وبيقول لها انا وافقت على الطلب اللي انت عاوزتيه، وطبعا بتكون هي وافقت على العرض اللي قال لها عليه لكن بشروطها هي. لكن يا ترى ايه هو العرض اللي قاله لها جينك؟ لكن طبعا عرض جيمري كان ان هو يحط كاميرا سرية في اوضة نديم، وبتقول له وقتها هتعرف كل حاجة وهتعرف مين اللي بيعامل نديم حلو ومين بيعامله وحش. بتبقى بس عايزة تعرفه ان شينيز وجيلان هما اللي بيعملوا في نديم كده، وفعلا جينك بيوافق وبيقول لها هعمل كل اللي انت عايزاه، وكمان بيديها موبايل وبيقول لها علشان نقدر نتجمع مع بعض ونسمع صوت بعض. لكن جيمري بتقول له ان انا واخده الموبايل ده علشان نديم مش علشانك. جيلان بعد ما بتتفاجئ باللي شينيز عملته عند المحامي بتتعب جدا وبتدخل على الحمام. شينيز بتدخل وراها وبتقول لها ان انا لازم اكون بطلة كل قصة، وان انا كل اللي عايزاه هو اللي بيتم، وانك لو ما عملتيش كل اللي انا بقوله لك اكيد هرميكي في الشارع وهاخد الولد ده ويمكن اخد روحك. سهر بعد كده بتتصل بالفندق اللي كانت موجودة فيه جيمري وبتفهم انهم طردوها، وبتقول لهم ليه عملتوا كده وبيفهموها ان عيلة قرشاي هم اللي طلبوا منهم كده. سهر على طول بتروح لإيغا وبتقول له ليه بتعمل في بنتي كده وبتقطع لقمة عيشها، وطبعا مش بيبقى فاهم كلامها وبيسألها ايه اللي حصل، وعلى طول بياخدها على تحت وبيسأل الرجالة وبيقول له يا ترى الفلوس اللي اخدتوها وديتوها فين. لكن بيفضل يضرب فيهم والرجاله بيكونوا ساكتين، ومعنى كده انهم فعلا عملوا اللي سهر بتقوله. وقتها ايغا بيتصدم وبيبقى طبعا عارف ان شينيز هي اللي عملت كل الخطه دي، وده كله طبعا علشان تنتقم من جيمري وتبعده عن جينك خالص. بعديها جيمري بتروح وبتلاقي تقديم عن شغل وبتفرح بيه جدا، وبتبقى هتكون ممرضه في رعايه للاطفال اللي ملهمش اهل. بعديها شينيز بترجع وبتلاقي الرجاله بيقولوا اننا لازم ندور في كل مكان اللي بيتعمل فيه حفلات او اغاني، وبتضحك وبتقول لهم يا ترى بتدوروا تاني على مين. لكن نورتان بتيجي وبتقول لها ان اغا عايزك فوق ولازم تطلعي له حالا. شينيز وقتها طبعا لونها بيتغير وبتبقى خايفه وشكت ان الاغا يكون عارف حاجه. اول ما بتطلع اغا بيفضل يبص لها وطبعا نظراته بتكون غريبه، وشينيز بتقول له ليه بتبص لي كده، وبيقول لها طب عايزاني ابص لك ازاي وانت عشره عمري وطول السنين انا وانت بننام على مخده واحده. جيلان وقتها بتكون خرجت من عند المحامي وبتكون خايفه جدا، لكن جدتها بتطمنها وبتقول لها مش معنى اننا انهزمنا مره يبقى لازم نطاطي ليها، وصدقينا كل اللي في دماغي هو اللي هيتم. جيلان بعد ما بتوصل للقصر بتقابل سهر، وسهر بتكون متضايقه منها جدا وجيلان بتضربها في حضنها وبتقول لها ارجوكي ضموني يا امي، لكن سهر بترفض وبتقول لها اكيد انت اللي عرفتيهم عن مكان اختك، وعلى طول بتاخد جيلان وبتطلع على فوق. اغا في الوقت ده بيكون لسه بيعاتب شينيز وبيقول لها ليه بتعملي كده، وان في حياتي
عمري انا ما قطعت لقمة عيش حد، ومش هسمح لحد انه يهين كرامتي، وانت الوحيدة اللي بتهينيها. لكن شينيز بتبكي وبتقول له ان انا بعمل ده كله علشان خاطر ابننا، وايوه انا لعبت اللعبة القذرة دي علشان خاطر جينك. لكن اغا مش بيسمح ليها طبعا، وبيوقفها عن الكلام، وبيكون غضبان منها جدا ومن افعالها. في الوقت ده جينك بيكون وصل ومعاه الهدية ومعاه الطلب اللي جيمري طلبته منه. كمان سهر بتكون اخدت جيلان وبتكون طلبت منها انها تعتذر لنديم. فعلا جيلان بتقعد عند رجل نديم وبتقول له ارجوك سامحني، وان انا غضبي من اختي كنت دايما بقلبه عليك. لكن نديم برضه بيكون غضبان منها وبيديها ظهره ومش بيرضى يرد عليها. في الوقت ده بيدخل جينك وبيسمع كل اهانة اغا هو وشينيز وهم في اوضتهم، وبيقول لها ان انت هنتيني وحطيتيني تحت رجلين ابنك القذر اللي ملوش اي كرامة. وبيزعل جدا، لكن برضه بيروح على اوضة نديم وبيكمل عمله. وبيدخل على نديم اوضته وبيقول له ان الهدية دي انا جايبها علشانك. جيلان وقتها بتكون بتبص للهدية وزعلانة جدا، وكانت بتتمنى انه يكون جايب لها هي هدية. في الوقت ده جيمري بتكون في الشغل اللي جالها اعلان بيه، وفعلا بيقبلوها فيه، وبيقولوا لها اهم حاجة عندنا ان قلبك يكون طيب وتكون حنينة على الاطفال. وجيمري بتتبسط جدا اول ما بيوافقوا على طول على شغلها، وكمان بتطلب منها انها لازم تقيم شهر وتبات فيه جوه المكان. جينكي بيكون في اوضته وبيفكر في كلام جيمري ليه. هي بتقول له يمكن السر اللي انت حطيته في اوضه نديم ده يحول رقبتك انت اول واحد لحبل المشنقه، ومنه كمان هنعرف وجه امك اللي دايما بتخبيه عننا. جينكي بعدها بيخرج، وسهر على طول بتنزل وراه وبتقول له لازم اعرف طريق بنتي. وبتقول له اكيد انت عارف مكان جيمري، وبيقول لها صدقيني معرفش عنها اي حاجه. وبتقول له لازم تكون عارف ان انا ام البنتين، ولازم عينيا بتكون عليك، لان انت لسانك عليه واحده لكن التانية انت اللي دايما على لسانها. وبتحذره ان هو يقرب منهم او يجي ناحيه اي بنت من الاتنين. نديم بيكون مستمع ليها بس لكن مش بيرد عليها خالص. جينك بعد كده بيتقابل هو وجيمري تاني في نفس المكان، وبيقول لها ان انا نفذت كل الطلبات اللي انت طلبتيها مني، وحطيت التمثال ده وجواه كاميرا سريه وهتصور كل حاجه. جيمري بتتبسط جدا وبتكون فرحانه انها اخيرا هتكتشف كل اللي بيحصل لنديم جوه اوضته. اغا في الوقت ده بيكون بيراقب جينك وجيمري، وكمان الراجل اللي بيراقبهم بيقول له كل حاجه بسرعه في نفس الوقت، وبيقول له ان جيلك دلوقتي كان مع جيمري لكن كل واحد بعديها راح في طريق. واغا بيوصيه انه دايما يخلي عينه على جيمري وما يقطعهاش ابدا. جيلان بتكون في اوضتها وبتكون حزينه وبتقول انا كنت فاكره ان الهديه دي ليا او لابنه. وبتكون بتبكي، وقتها بتقول لشينيز انت اكيد قلبك حجر ومش بيحس ابدا. لكن شينيز بتقول لها ان انا قلبي مش حجر، لكن انا كل اللي انت بتبكيه ده كانه عند البانه، وكل الالم اللي في قلبي انا بمضغه لكن المي بيكون ساكت، وكل الشعور السيء والصعب بيبقى عندي طبعا صامت، وان انا ممكن اعمل اي حاجه علشان خاطر ابني. وبتفضل شينيز تقول لجيلان طول الوقت لازم تبعتي مامتك عن ابني خالص. لكن جيلان كل اللي هممها وبتبكي ومتأثرة علشانه، وبتقول لها ان جينك اكيد هيمشي ويسيبنا، ودي اكبر مصيبة طبعا انت هتعمليها فينا. وشينيز طول الوقت بتفضل تكرر لها ان الولد اللي في بطنها دي امانة وهي هتاخده منها، وانها لو ما احترمتش نفسها اكيد كمان هتاخد الولد وهترميها في الشارع وترجعها مكان كانت. جيمري بعد كده بتتصل باخوها جيفان، ووقتها جيفان اصلا بيكون قلقان هو وسهر عليها جدا، وبتقول له ان انا لقيت شغل وان انا مقيمة فيه. وبيفتح السبيكر وبيقول لها ان مامتك سامعاكي، وبتقول له ارجوك ما تديهاش الموبايل لان مش عايزه اكلمها ولا حتى اسمع صوتها. سهر بتزعل جدا وقلبها بيتكسر، لكن برضه بتكون اطمنت على جيمري وعرفت طريقها، او على الاقل عرفت انها عايشه وكمان سليمه. جيلين بتكون واقفه عند التمثال اللي جينك جابه وبتقول كنت بتمنى انه يكون هديه ليا، واول ما بتشوف جينك جاي على طول بتقول ان لازم انزل ليه. وقتها الاغا كمان بيكون واقف من الشباك وبيراقب جينك. وبكده نكون وصلنا لاخر احداث الحلقه، استنونا في حلقه جديده.